عشان تعدي من امتحانات الجامعة بكل سهولة وسلاسة اوعي تعملي الحاجات دي. اوعي تكوني بتلبسي ضيق وبتحطي ميك اب، خاصة في الامتحانات. انا بتكلم في جزئية الامتحانات. تلبسي كعب، تلبسي حاجة بتلمع، تكوني حاطه برفيوم عالي، خاصه البنات اللي بتمتحن في جامعه الازهر، لاني انا من الازهر والنماذج دي انا شفتها في الازهر يا جماعه. اوعي تروحي الجامعه من غير الطرحه بتاعتك، عشان انا بشوف بنات، حطي لي لايك وسبسكرايب ويلا بينا نعرف. عشان انا بشوف بنات بتخش من باب الجامعه من غير الطرحه وبتلبسها قبل ما تخش ناحيه الكليه بتاعتها. انا بشوف حاجات غريبه جدا، فارجوكي بلاش تعملي الحاجات دي لانها بصوره سهله جدا هي مش لطيفه، وهي هتاثر جدا جدا على درجاتك، وهتاثر جدا جدا على حاجات كتير. مبدئيا لو عملتي الحركه دي هتلاقي ان معظم الناس بتبصلك بشكل مش محترم، وتحسي ان انت واحده، انت مش جايه تمتحني، انت جايه يعني سوري ما تزعلوش مني، هي حريه شخصيه انا عارفه، بس طالما دخلتي جامعه الازهر ما ينفعش تعملي النقاط دي، لانها لا تليق بالكيان اللي داخله فيه، ولا تليق بيكي. انت المفروض تظهري باحسن من كده. وطبعا كل واحد وله الحريه الشخصيه بتاعته، ولكن انا بتكلم عن انت داخله كيان زي جامعه الازهر، فبلاش تعملي الحاجات دي. وكمان في الجامعات التانية بقى كل النصايح اللي بعد كده. طيب بلاش ميك اب زياده عن اللزوم، بلاش حاجات بتلمع، بلاش هيلز او اللي هي الكعب، بلاش نلبس حاجات مفتوحه، بلاش نحط برفيوم بريحه طالعه. طيب اول ما اخش لجنه الامتحان، اوكي، احنا عاده بنيجي بدري شويه، في ناس بتيجي متاخر، فانت حاولي اول الامتحان كده تروحي بدري شويه، بحيث ان انت تبصي وتشوفي هتقعدي فين، لجنتك فين، كل الكلام ده، عشان ما تخشيش متاخر. لان اول ما تخشي متاخر عينين المراقبين بيكونوا عليكي بشكل كبير جدا. جايه متاخر ليه؟ يلا انجزي بسرعه، وتبقي متوتره وخايفه وممكن تنسي معظم الاجابه. طيب ايه تاني المفروض ان انتي ما تعمليهوش؟ بلاش يا جماعه، بلاش تكلمي صحابك اول ما تخش لجنه شفوي، لجنه تحريري. بلاش بقى اللي هو ازيك يا علياء عامله ايه، اوعي حاسبي يا سعاد البت هتخبطك. لا بصوا يا جماعه، بلاش الحاجات دي ارجوكم. اولا انت بتشتتي انتباه الناس اللي قاعده لو هم بيمتحنوا، او انك بتلفتي نظر المراقب او المراقبه اللي عليكي، بيشوفوا ان انت بنت داخله بشغب نوعا ما، فبيروحوا بقى جايبين حضرتك كده وتحت المنظار يحطوكي. واحذري بقى انك تكوني تحت المنظار، عشان دي اكتر حاجه هتقرفك في حياتك وقت اللجنه، وتحسي انت كارهه نفسك. ولو الامتحان ده بالنسبه لك هتطلعي منه 100%، يعني تعالي قابليني لو حليتي 20% منه كمان. ف خلي بالكم جدا من النقاط دي، بلاش، عشان النقطه دي انا شفتها امتحاني اللي فات من يومين. اولا كنت بمتحن في لجنه شفوي، فلجنه شفوي بيبقى فيه بنات كتير جدا، اكتر من 100 بنت موجودين، هما لجنتين مع بعض في مدرج، ف100 بنت موجودين، كلام كتير جدا وصوت عالي وضحك، وتلاقي مجموعه بتضحك وتهزر، مجموعه التانية بتراجع بصوت عالي، ومجموعه التالتة بتتخانق، والمجموعه الرابعه بينادوا لبعض من اول المدرج، من اول بنج لحد اخر بنج بينادوا على بعض، وفي دكاتره قاعدين في النص بيمتحنوا بنات. فيا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه بجد؟ المهم الدكاتره زعقوا، وفي بنت يعني علت صوتها جدا على الدكتوره، وما كانتش لسه امتحنت، فعلت صوتها جدا على الدكتور. ولما جت بنت تانية زميلتها قالت لها قومي، قالت لها عيب كده، ما يصحش الكلام ده دي دكتوره، دي زي والدتك، دي دكتوره ومفروض يجب عليك احترامها. ودكتوره اقسمت انها ممكن توديها مجلس تاديب، وانها تعرف العميده باللي هي عملته. البنت عملت ايه؟ البنت جابت البنت التانية اللي هي بتكلمها، خربشتها من وشها، عورتها في وشها، وطبعا اختفت، طلعت بره المدرج. والدكاتره كانوا مستحلفين لها، الله اعلى واعلم هي امتحنت ولا لا، هي نجحت ولا لا، هي عملوا معاها ايه، دخلوها مجلس تاديب ولا لا. بس انا صعب عليا اول منظر يا جماعه، صعب عليا قوي قوي ان انت رايحه تمتحني، ان انت بتعلي صوتك على الدكتوره، وان انت بتتكلمي بشكل مش محترم معاها، وان انت كمان بتمد ايدك على زميلتك. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعي تعملي كده في الامتحانات. انت لو عملتي كده حتى لو انت انسانه مشاغبه، صدقيني مش هتنجحي لاسباب كتير. هيبقوا عارفينك وهيقرفوكي في وقت اللجنه، والله اعلم بعد ما ياخدوا منك الورقه ممكن يعمل، انت ما تعلميش ايه اللي ممكن يحصل. أه بس يعني دي الحاجات اللي كنت عايزه. حاجات بقى جوه ورقه الامتحان، يعني حاجات جوه ورقه الامتحان، اوعي تكتبي على ورقه الاسئله
اوعي 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 بتاتا بتاتا اي نوع من انواع النهائيات. ارجوكي ما تكتبيش على ورقه الاسئله بتلفتي نظر الناس اللي رايحه جايه عليكي، لان دي تعتبر جزء من اجزاء الغش وهم بيعتبروها كده، رغم ان يعني اللي هو ايه ممكن ابدل ورقه الاسئله. اول ما تكتبي حاجه على ورقه الاسئله يلا اكتبي اسمك عليها عشان لو اتغيرت يعرفوا، فاهمين؟ اوكي. اوعي عايزه تكتبي حاجه اعملي هامش. الحته دي يا بنات هتنفعكم جدا جدا، ان انت في اخر الورقه تعملي هامش. الهامش ده بتكتبي فيه كل حاجه في دماغك عايزه تنزليها، اوكي؟ اكتبيها في الهامش ده وابداي ان انت ظبطيه واكتبي زي ما انت عايزه وزي الافكار اللي تيجي في دماغك، اجابه اسئله، حاجات انت بتفكري تكتبيها ولا تشوفي تزودي عليها. اكتبي كل حاجه في الهامش ده، صفحه او صفحتين في الاخر خالص، وبعدين ابداي ان انت اكتبيهم بالرصاص عشان لو احتجتي الورق ده تمسحيه وترجعي تكتبي عليه بالجاف عادي. الموضوع ده هيفرق جدا جدا معاكم. اوعي تمتحني بدل حد. الموضوع ده اتعرض عليا شخصيا يا جماعه. موقف انا ما كنتش فاكره ممكن اتعرض له، بصراحه اتفاجئت انه ان انا يعني حد بيعرض عليا ان انا امتحن بدل واحده عشان هي متوتره وخايفه تخش رغم انها موجوده. اوعي تعملي المصيبه دي لو كانت اللي بتكلمك دي كانت اقرب واحده، كانت اختك. يعني لو هتمتحني بدل اختك اهو، انا بقولك اختك مش بقولك صاحبتك. اوعي تمتحني بدل حد. اياك تعملي كده، تودي نفسك في 60 داهيه. اولا فمن غشنا فليس منا، اوكي؟ لو عملتي كده اكيد ربنا يعني مش هيسامحك على اللي انت عملتيه، لان دوت غش، مش هيسامح التاني طبعا. وكمان ان انت ممكن توقعي نفسك في مصيبه انت في غنى عنها. يعني تخيلي لو حد اكتشف وانت قاعده بتمتحني ان مش انت ده، خاصه ان هما بيشوفوا الكارنيهات، بيشوفوا الكارنيه بتاع الجامعه. فلكي ان تتخيلي بقى ان انت ممكن تعمليه في نفسك لو حد اكتشف ان انت مش انت بتمتحني ومضيتي اسمها وقاعده بصفتك هي. ايه اللي ممكن يحصل في حضرتك؟ هسيب لكم الاجابه دي في الكومنتس، يعني اكتبوا لي في الكومنتس ان ممكن يحصل فيكم ايه لو عملتوا الحاجه دي. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو بقى كتير جدا، عارفه ما نزلتش فيديوز على القناه، بس حقكم عليا، انا بجد في امتحانات وبجد في وضع مش طبيعي شويه. بس اوعدكم هنزل لكم فيديوز كتير ان شاء الله الفتره الجايه عن الامتحانات والمذاكره والتريكات اللي بحب اعملها. تابعوني على التيك توك، دايما بنزل فلوجز هناك، ودايما بحب اصور لكم هناك حاجات كتير، وعلى الانستجرام. بحبكم جدا، امتحانات سعيده عليكم ان شاء الله، تنجحوا بالف خير. باي باي.